والتعليم والتي تخص قرى ومدينة مركز طنطا، ولا بد من التصدي لهذه المشاكل والتي تخص أولادنا. تعالوا بنا لنذهب إلى قرية الرقدية على سبيل المثال للحصر، وأترك باقي المشاكل لعرضها بمعرفة السادة الزملاء. نجد في مدرسة الرقدية الإعدادية يوجد بها عجز صارخ في العمالة، بها 3 عمال فقط وكلهم معوقين، وبالمدرسة يوجد بها أكثر من 10 فصول، فكيف يتم كنس الفصول؟ وبالتالي يتم الاستعانة بالطلبة في عملية الكنس. أيوة عشان بس التكرار في زميل يتكلم عن العمالة. ماشي يا باشا، حاضر. ماشي يا باشا، ماشي. الكنس. وكذا مدرسة الرقدية الابتدائي بها مدرس الإنجليزي يحضر 3 أيام فقط كل أسبوع، فكيف يتم تعليم الطلبة؟ والمدرسة الإعدادي للبنات بدون معمل، فأين يتعلم الطالب؟ وكذا مدرس الاقتصاد والحاسب الآلي بدون عهد، والسلف يتم صرفها شهريا له، فكيف يتم صرف السلف بدون أجهزة؟ وهذا يعد إهدار المال العام، ونطالب المسؤول التصدي الفوري لتلك المشكلة. ونجد في مدرسة الرقدية رقم 2 أيضا عجز في الفصول، فنجد فيها 600 طالب وبها 8 فصول ومطلوب 10 فصول، وعليه يتم استخدام الطرقات كفصول، فكيف يتم ذلك؟ ويتم استخدام فصل الكمبيوتر فصل دراسي، وبالتالي الطلاب لم يتم استخدامهم للكمبيوتر التي تعتبر مادة أساسية بها نجاح ورسوب للتعليم. وعليه نطالب المنصة بحل تلك المشكلات للحفاظ على الطلبة أولادنا، ونشكر لسيادتكم حسن الاستماع.